بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معاكم مس حنان الشحات. هنشرح النهاردة درس جديد في الدراسات الاجتماعية. نبتدي كده. أول ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما. نبتدي. هناخد النهاردة الدرس الثالث، الحملة الفرنسية على مصر 1798 ل 1801. الحملة الفرنسية على مصر ما عادتش كتير. لما نيجي نشوف بداية الحملة الفرنسية أصلا كانت إيه؟ بداية الحملة الفرنسية على مصر كانت برسالة صغيرة كده من القنصل الفرنسي. القنصل الفرنسي في مصر في الوقت ده شاف إن الأوضاع السياسية والداخلية في مصر أوضاع متدهورة وأوضاع سيئة، فبعت رسالة للحكومة بتاعته اللي هي حكومة الثورة الفرنسية. ايه الثورة الفرنسية دي؟ الثورة دي ثورة قامت في فرنسا، ساوت ما بين كل الناس، كانت ثورة اجتماعية لأنها قامت بين الطبقة الوسطى والطبقة العامة، لذلك وغيرت النظام من ملكي لجمهوري. في الوقت ده كان في تنافس استعماري بين انجلترا وفرنسا، كل واحدة في الدولتين عايزة تاخد من خيرات الشرق، زي ما احنا شايفين كده اكنهم قاعدين بيقطعوا في خروف مع بعض. التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا بدأ في بداية القرن السابع عشر الميلادي واستمر طوال القرن الثامن عشر الميلادي، يعني بداية القرن نهاية القرن السبعتاشر 1668 1690 كده، واستمر طوال القرن الثمنتاشر، يعني من 1700 لحد 1800. أسباب الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية أسبابها على مصر 3 أسباب مباشرين. أول حاجة تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها أمام إنجلترا. 2 قطع الطريق بين إنجلترا وفرنسا في مستعمراتها في الهند. إنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. ال3 دولت كانوا سبب في تجهيز الحملة الفرنسية والمجيء بيها إلى مصر. فرنسا كل ما تدخل مع انجلترا تنافس على مستعمرة تفقدها، يعني تفقد المستعمرات دي، انجلترا تاخد منها المستعمرات دي، فحبت تعوض المستعمرات اللي خدتها منها انجلترا، فطبعا جهزت الحملة. يبقى 1 تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها أمام انجلترا. 2 قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. مصر لو انا معرف اما اشوف كده خريطة مصر كده هنا في الحتة دي، تمام، ده موقع مصر. انجلترا هنا، انجلترا ليها مستعمرات في الهند اهو، ادي الهند اهي. عشان انجلترا تروح لمستعمراتها في الهند تعدي من البحر المتوسط على البحر الأحمر على المحيط الأطلنطي تروح الهند، يبقى كده لازم تعدي على مصر. فرنسا هنا الحتة دي قالت إن هي عشان تضر انجلترا اقتصاديا تستولي على مصر، فبالتالي تقطع الطريق ما بين انجلترا ومستعمراتها فين؟ في الهند. يبقى أنا كده يبقى إنشاء مستعمرة في الشرق تكون قاعدتها مصر. أول حاجة تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها، قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، إنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. دولت ال3 أسباب الحملة الفرنسية. لما يجي يقول لي بما تفسر الحملة الفرنسية على مصر أقول ال3 دول. ماشي؟ ما العلاقة بين التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا والحملة الفرنسية على مصر؟ هقول دي، لأن فرنسا أرادت أن تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. دلل كانت الحملة الفرنسية جزء من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا، هقول دي، قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. نابليون بونابرت أول ما جه مصر وزع منشور على المصريين بيدعي فيه إن هو جاي يخلص المصريين من حكم المماليك الظالمين، وجاي يعمل حكومة وطنية للمصريين يكون الحكم فيها للمصريين، كمان ان هو بيعبد الله الواحد الاحد، وان المصريين الناس كلها متساوون عند الله. طبعا منشور كاذب، لان هو ما عملش اي حاجة
في المنشور ده. ايه الدليل على كده؟ ان هو اول ما دخل اعدم السيد محمد كريم اول ما دخل اسكندرية، لانه واجه الحملة الفرنسية. نابليون بونابرت عشان يجهز الحملة جهز جيش حملة عسكرية، وفي الحملة العسكرية دي معاه مجموعة من العلماء، اصطحب مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. يعني معاه مجموعة من العلماء، رسامين، نحاتين، أطباء، علماء كيمياء، علماء فلك، في كل مختلف العلوم ومختلف الفنون. ليه؟ بما تفسر لدراسة أحوال مصر. لدراسة أحوال مصر. طب هيدرسوا أحوال مصر ليه يا مس؟ عشان يشوفوا كيفية استغلال مواردها. يبقى اصطحب نابليون مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون بما تفسر لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي. لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي. وإيه كمان؟ وكيفية استغلال مواردها، كيفية استغلال موارد مصر. عشان كده جاب معاه مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. وجاب معاه كمان حمل معه مطبعة بما تفسر. حمل نابليون معه مطبعة عربية وأخرى فرنسية، يعني جايب معاه مطبعتين، واحدة عربية وواحدة فرنسية. ليه جايب المطبعتين؟ لطبع المنشورات للأهالي، عشان يطبع المنشورات ويوزعها على الأهالي. يبقى أول ما اتحرك من ميناء طولون. فين ميناء طولون ده؟ ميناء طولون في جنوب فرنسا. يبقى أبحر أو تحركت الحملة الفرنسية من ميناء طولون. ميناء طولون ده جنوب فرنسا. ميناء طولون جنوب فرنسا. خرج سرا. حد فيكم يفتكر ليه خرج سرا؟ برافو، مظبوط كده. خرج سرا حتى لا تعلم انجلترا بأمر الحملة فتعترض الأسطول الفرنسي. يبقى خرج نابليون سرا حتى لا تعلم انجلترا بأمر الحملة فتعترض الأسطول الفرنسي. مشي راح على كذا جزيرة. في الأول راح جزيرة كريت، وبعدين راح جزيرة مالطا، وبعدين جزيرة كريت. ومن جزيرة كريت أصدر أوامره إن الحملة متجهة إلى مصر. هناك في جزيرة كريت قال إن إحنا هنتجه نحو مصر. جه مصر، وصل لميناء الإسكندرية. يبقى خرج من ميناء طولون. خرج نابليون من ميناء طولون جنوب فرنسا، ووصل مدينة الإسكندرية أهي. في مدينة الإسكندرية بدأ الأهالي يواجهوه، ما سمعوش المنشور اللي هو قايله ده، اللي هو بيضحك عليه بيهم زي ما احنا شايفين، وإن هو جاي يخلصهم من حكم المماليك أو يعمل لهم حكومة وطنية. ما صدقوش الكلام ده خالص. فبدأ الأهالي في اسكندرية يواجهوا الحملة الفرنسية بزعامة مين؟ بزعامة محمد كريم حاكم الإسكندرية. يبقى أول مقاومة واجهتها الحملة الفرنسية مقاومة أهالي الإسكندرية بزعامة حاكمها السيد محمد كريم. فكان النتيجة إن نابليون بونابرت تغلب على أهالي الإسكندرية ودخل اسكندرية واحتلها، وأعدم حاكمها السيد محمد كريم. اعتقلوا الأول وطلب منه فدية كبيرة عشان يخرجوا غرامة. طبعا السيد محمد كريم رفض، فأعدمه رميا بالرصاص. من هنا من الإسكندرية طلع وصل مدينة الرحمنية، وبعد مدينة الرحمنية وصل شبرخيت في البحيرة. شبرخيت في مدينة البحيرة، في محافظة البحيرة. مدينة شبرخيت اهي في محافظة البحيرة. هنا عند شبرخيت التقى بقوات المماليك، لأن قوات المماليك ما وصلتش اسكندرية. وصلت فين؟ قابلها عند شبرخيت، لأنها اتفاجئت بوجود الحملة العسكرية. الحملة العسكرية الفرنسية جت فجأة، فالمماليك ما كانوش عاملين حسابهم، فما قدروش يوصلوا ينقذوا اسكندرية من نابليون بونابرت. قبل ما يدخل دخل نابليون بونابرت ووصل مدينة الرحمنية، ومن مدينة الرحمنية اتجه لمدينة شبرخيت. وهنا عند شبرخيت اتقابل المماليك ضد الفرنسيين. طبعا المماليك اصلا ما بينهم نزاعات داخلية، واتنين بيحكموا مصر، ابراهيم بيك ومراد بيك، بالاضافة للولي العثماني. النزاعات الداخلية دي هتخلي قوة المماليك ضعيفة، فبالتالي المماليك هيتهزموا قدام الفرنسيين في معركة شبرخيت. يبقى النتيجة المترتبة على موقعة شبرخيت هزيمة المماليك. هزيمة المماليك.
وفرار المماليك جنوبا إلى القاهرة. وصلوا فين؟ وصلوا عند إمبابة، فربطوا عند إمبابة هنا عشان الفرنسيين ما يقدروش يدخلوا القاهرة. عشان الفرنسيين ما يقدروش يدخلوا القاهرة، المماليك ربطوا عند إمبابة. الفرنسيين لحقوهم عند إمبابة وتقابلوا في المعركة دي برضو الفرنسيين ضد المماليك. المماليك بيقاتلوا بأسلحة بدائية والفرنسيين بيقاتلوا بأسلحة متطورة، فكانت النتيجة برضو هزيمة المماليك وفرار إبراهيم بيك والوالي العثماني إلى بلاد الشام ومراد بيك إلى الصعيد. يبقى في المعركتين شبرخيت وإمبابة اتهزمت المماليك وانتصر الفرنسيين. كده نابليون بونابرت دخل القاهرة بدون أي مواجهة، دخل القاهرة وأمن العلماء والمشايخ على الأرواح والأموال. طبعا أمان كاذب، لأن هو ما كانش على قد الكلمة بتاعته. نابليون بونابرت دخل القاهرة بدون أي مواجهة ولا أي حماية، لأن المماليك فروا. واحد فر إلى الصعيد اللي هو مراد بيك بما تفسر دخل نابليون بونابرت القاهرة ولم يكن بها أي حامية تحميها، لأن المماليك فروا. مراد بيك إلى الصعيد وإبراهيم بيك والوالي العثماني إلى بلاد الشام. دخول نابليون بونابرت للقاهرة بدأ يبعت الجنود بتوعه والقوات لجميع أجزاء مصر علشان يستولى عليها. في أثناء هذه القوات حدثت معركة كبيرة جدا، هي معركة أبيقير البحرية. احنا قلنا ان نابليون جه سرا، خرج من ميناء طولون سرا، خرج من ميناء طولون سرا. ليه؟ عشان انجلترا ما تعرفش، لكن انجلترا عرفت لانها محاصرة البحر المتوسط والاسطول بتاعها مالي البحر المتوسط. فكانت النتيجة ان الاسطول الانجليزي، الاسطول الانجليزي ده جه كده اهو، الاسود ده اهو، ده كده الاسطول الانجليزي، حاصر الاسطول الفرنسي عند خليج ابيقير في على البحر المتوسط، ودمر الاسطول الفرنسي بالكامل. يبقى النتيجة المتوقعة على معرفة انجلترا بأمر الحملة قيام الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسون، قيام الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسون بمحاصرة الاسطول الفرنسي، محاصرة الاسطول الفرنسي وتدمير الاسطول الفرنسي بالكامل. يبقى النتائج المترتبة على موقعة أبيقير البحرية، الكلام ده في موقعة اسمها أبيقير البحرية أغسطس 1798. النتائج المترتبة على موقعة أبيقير البحرية تدمير أو تحطيم الأسطول الفرنسي في خليج أبيقير، اتدمر. مين اللي دمره؟ نيلسون. نيلسون ده قائد الأسطول الإنجليزي. يبقى الأسطول الإنجليزي أغرق أسطول الحملة الفرنسية في خليج أبيقير. بس كده؟ لا، وحاصر الشواطئ الشمالية لمصر عشان ما حدش يدخل ولا يخرج من مصر. طب النتائج المترتبة على حصار الأسطول البريطاني الشواطئ الشمالية لمصر القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. لما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على محاصرة الأسطول البريطاني شواطئ مصر الشمالية، أدى إلى القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. طب ما النتائج المترتبة على موقعة أبيقير البحرية؟ إغراق الأسطول الفرنسي في خليج أبيقير، أو تحطيم الأسطول الفرنسي، تحطيم الأسطول الفرنسي في خليج أبيقير. معركة أبيقير البحرية دي كانت بداية النهاية للحملة الفرنسية في مصر. أكن الحملة دي ما جاتش أصلا. طب ليه يا مس؟ لأن أبيقير البحرية لما اتدمر فيها الأسطول الفرنسي خلاص اتقطعت إمدادات الحملة، ما بقاش ينفع يجي إمدادات من فرنسا للحملة الفرنسية عشان الأسطول البريطاني حاصر شواطئ مصر. كل أمال فرنسا إن هي تسيطر على البحر المتوسط انتهت، لأن اللي سيطر على البحر المتوسط دلوقتي هو الأسطول البريطاني. للي مش عارف، بريطانيا هيها انجلترا، يعني الاسطول الانجليزي هو اسطول انجلترا هو الاسطول البريطاني، الثلاث مسميات لدولة واحدة، بريطانيا. ماشي؟ طيب نشوف بقى مقاومة المصريين
للحملة الفرنسية. أول مقاومة عندي مقاومة أهالي الصعيد، طبعا دي بعد أبناء الإسكندرية، بعد مقاومة أبناء الإسكندرية. أبناء الصعيد اتبعوا حرب اسمها حرب المناوشات والمعارك. هي مثل المناوشات والمعارك دي يعني اضرب واجري، معارك متفرقة، يعني يضربوهم ويجروا والفرنسيين ما يعرفوش يوصلوا للصعايدة. ليه؟ لأن الصعايدة عارفين يهربوا كويس جوه بلدهم، والفرنسيين ما عندهمش دراية بأرض الصعيد ولا بأرض الوادي. فهنا اتبع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. اللي عملت ايه المناوشات والمعارك المتفرقة دي؟ انهكت قوة الفرنسيين، انهكت قوة الفرنسيين، لان ما كانوش عارفين يواجهوا اهالي الصعيد، لانهم كانوا بيعملوا معاهم معارك متفرقة، مش معركة واحدة وخلاص وحد اتهزم وحد انتصر. لا، اهالي الصعيد يضربوا ويجروا يستنوا الفرنسيين في مكان تاني، فالفرنسيين ما قدروش يخضعوا اهالي الصعيد. كلمة اخضاع دي يعني السيطرة عليهم، واخفقت يعني فشلت. يبقى فشلت القوات الفرنسية في اخضاع اهالي الصعيد بما تفسر بسبب اتباع اهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، كمان بسبب طول الوادي، نظرا لطول الوادي. ما النتائج المترتبة على اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة؟ إنهاك قوة الفرنسيين، إنهاك قوة الفرنسيين. بما تفسر أنهك أهالي الصعيد قوة الفرنسيين بسبب اتباع حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. طيب، مقاومة أبناء الصعيد دي أدت إلى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. كل الناس في مصر الشعور الوطني عندهم زاد. ليه يا مس؟ لأن أهالي الصعيد مش أحسن منهم في حاجة. مش أحسن منهم في حاجة إزاي؟ إن هم حافظوا على بلدهم ومخلوش الفرنسيين يدخلوا الصعيد، فأصبح كل المصريين عندهم وعي قومي وشعور وطني تجاه الاحتلال الفرنسي، عايزين يخرجوا الفرنسيين من مصر. بما تفسر تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي بسبب مقاومة أبناء الصعيد. بسبب مقاومة أبناء الصعيد ما خلوش الفرنسيين يدخلوا أصلا الصعيد ولا يقربوا منها. يعني إيه مقاومة؟ يعني رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. الشعوب ترفض الاحتلال ان يدخل بلدها وتقاومه بكل الوسائل، ده معنى كلمة مقاومة. اهالي الصعيد ومقاومة اهالي الصعيد انتشرت للقاهرة، فراح اهالي القاهرة عملوا ثورة اسمها ثورة القاهرة الاولى. الثورة دي ضد الفرنسيين. يبقى انا عندي النتائج المترتبة كمان على مقاومة اهالي الصعيد قيام ثورة القاهرة الاولى في اكتوبر 1798. أسباب ثورة القاهرة الأولى: فرض نابليون الضرائب الفادحة، تفتيش البيوت بحثا عن الأموال، هدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة، هدم كثير من الآثار والمساجد والمباني. طب بما تفسر قام نابليون بفرض الضرائب الفادحة على المصريين؟ نرجع تاني لموقعة أبي قير. هقول بسبب قطع الإمدادات القادمة من فرنسا للحملة الفرنسية، فاعتمد نابليون اعتماد كامل على موارد مصر. يبقى نابليون فرض الضرائب الفادحة على المصريين عشان يعوض الامدادات اللي كانت هتجيله من فرنسا وتوقفت بسبب تحطيم الاسطول الفرنسي في موقعة ابي قير البحرية. يبقى اسباب ثورة القاهرة الاولى: فرض نابليون الضرائب الفادحة، تفتيش البيوت، هدم ابواب الحارات، هدم كثير من الاثار والمساجد والمباني بحجة تحصين القاهرة. لو جه قال لي ما العلاقة بين ثورة القاهرة وموقعة أبي قير البحرية، هقول كان من ضمن أسباب ثورة القاهرة الضرائب الفادحة التي فرضها نابليون على الشعب المصري. ماشي؟ فرض أو اعتماد نابليون اعتماد كامل على موارد مصر بسبب تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية. يبقى موقعة أبي قير البحرية خلت نابليون يفرض ضرائب كتير على المصريين، وخلته يفتش البيوت بحثا عن الأموال،
وخلته كمان يحاول يقضي على عناصر المقاومة. أحداث الثورة دي طلعت منين؟ ثورة القاهرة الأولى طلعت من الأزهر الشريف. يبقى مين قوات ثورة القاهرة الأولى؟ مين اللي قادها؟ العلماء ورجال الدين. ابتدت الثورة من القاهرة وانتقلت إلى الأقاليم المجاورة. يبقى بداية الثورة كانت في القاهرة وانتقلت للأقاليم المجاورة، وكان من ضمن أحداثها قتل الحاكم الفرنسي لمدينة القاهرة، قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي. طبعا الثورة دي هيتم استخدام العنف في قمعها والقضاء عليها. يبقى القوات الفرنسية، قوات الاحتلال الفرنسي، اتبعت سياسة القمع والإرهاب. يعني ايه قمع؟ يعني يقضوا على الثورة بمنتهى القوة والقسوة لإخماد الثورة. كمان الجنود بتوع الحملة الفرنسية دخلوا الجامع الأزهر بالخيول، فكانت النتيجة إثارة الشعور الديني لدى المصريين. أثار الفرنسيين الشعور الديني لدى المصريين، دلل حيث قام رجال الحملة الفرنسية بدخول الأزهر الشريف بالخيول. ده طبعا يؤدي إلى إثارة الشعور الديني لدى المصريين. نتائج ثورة القاهرة الأولى بقى إيه؟ إعدام كثير من الأهالي والثوار، فرض غرامات مالية على التجار والعلماء، شروع القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. هيحصنوها إزاي؟ بهدم كثير من الآثار والمساجد. يهدموا الآثار بتاعتنا عشان يحصنوا القاهرة عشان محدش يدخلها. بعد ثورة القاهرة الأولى يحصل تحالف دولي على نابليون بونابرت. ايه التحالف الدولي ده؟ الدولة العثمانية ومعاها انجلترا ومعاها روسيا، 3 دول هم، الدولة العثمانية وانجلترا وروسيا، يعملوا تحالف، يعني اتفاق، هيتفقوا على ايه؟ اخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية، بما تفسر تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لاخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. عملوا ايه بقى؟ اعداد حملتين لغزو مصر. حملة بحرية جاية من جزيرة رودس، طبعا من الشمال عند البحر المتوسط، والحملة التانية حملة برية جاية عن طريق الشام. يبقى تحالف. فالنتائج المترتبة على تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا اعداد حملتين لغزو مصر. حملة بحرية جاية من جزيرة رودس الى مصر الشمالية عند البحر المتوسط، وحملة برية الى مصر عن طريق بلاد الشام. دي النتائج المترتبة على التحالف. طب بما تفسر اسباب التحالف؟ اخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. يبقى دي اسباب التحالف، اسباب تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لاخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. دي الاسباب. النتائج المترتبة على تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا اعداد حملتين لغزو مصر، حملة بحرية وحملة برية. السبب ده تحالف الدولة العثمانية وارسال الحملتين، الحملة البحرية والحملة البرية، كان سبب في قيام نابليون بونابرت بالحملة الفرنسية على الشام. يبقى بما تفسر قيام نابليون بونابرت بالحملة الفرنسية على الشام، شايفين سطرنا هنا ممكن اطلع منهم 20 سؤال ممكن يكونوا متوقعين في الامتحان. الحملة الفرنسية، ولو ان انا مش بحب ان احط الامتحان هدف قدامي وانا بذاكر، انا بحب انكم تكتسبوا معلومات كتيرة جدا عشان يبقى ثقافتكم عالية. الحملة الفرنسية على الشام اسبابها تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا. طب الدولة العثمانية وانجلترا وروسيا هيتحالفوا ليه؟ لاخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية. ما النتائج المترتبة؟ يا ريت تكتبوا ورايا ورقة وقلم كده وتكتبوا الأسئلة ورايا. ما النتائج المترتبة على تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا؟ اعداد حملتين او ارسال حملتين الى مصر، ارسال حملتين لغزو مصر. حملة بحرية جاية من جزيرة رودس الى مصر، وحملة برية جاية من بلاد الشام. طب تفتكروا نابليون هيخرج يقابل انهي حملة؟ الحملة اللي جاية عن طريق الشام ولا الحملة اللي جاية الى الشمال؟ انهي واحدة اللي نابليون هيخرج يقابلها؟ ها نفتكر انهي واحدة؟
ايوه برافو، اللي قال اللي قال هيخرج يقابل حملة الشام ده ممتاز. ليه؟ لان هو ما عندهوش اسطول، فلازم يخرج ناحية الشام حملة برية. يبقى هنا نابليون بونابرت خرج بقواته الى بلاد الشام، هيقابل انهي حملة؟ الحملة البرية. يبقى خرج يقابل انهي حملة دلوقتي؟ الحملة البرية. وهو رايح على الشام كده، وهو خارج من مصر رايح على بلاد الشام، في سكته او خارج من القاهرة رايح على بلاد الشام، خد مين؟ استولى على العريش، وبعدين غزة، وبعدين جه على يافا وقف شوية، حصر يافا مدة طويلة، حصرها حصار شديد. يبقى في طريقه إلى الشام عشان يقضي على الجيش العثماني، بما تفسر خروج نابليون إلى الشام للقضاء على الجيش العثماني قبل أن يصل إلى مصر. وهو في طريقه استولى على العريش، مدينتين استولى عليهم نابليون في طريقه إلى الشام، مدينة العريش ومدينة غزة، وحصر يافا حصار شديد جدا. وبعدين وعد أهلها إن هم لو استسلموا هيعفوا عنه. طبعا أهل يافا استسلموا بعد الحصار الشديد ده، وكان هو أمنهم على أرواحهم. ولكن بمجرد ما دخل يافا عمل إيه؟ أعدم جميع أفراد حاميتها. يعني الجيش اللي بيحمي يافا هو أعدمه بالكامل. نابليون أعدم الجيش ده بالكامل، أعدم جميع أفراد حامية يافا بالرغم من تأمينه على أرواحهم. النتيجة المترتبة على إعدام جميع أفراد حامية يافا تسمية ارتكاب أكبر مذبحة بشرية سميت بمذبحة يافا البشرية. المذبحة اللي حصلت دي كان ليها أثر كبير بعد كده، إن هي خلت أهالي عكا دي ما يستسلموش لنابليون ويستبسلوا. يعني إيه يستبسلوا؟ يعني يكونوا أكثر شجاعة في الدفاع عن بلدهم اللي هي مدينة عكا. يبقى حاصر نابليون يافا حصار شديد، وبعدين دخلها بعد استسلام أهلها وبعد ما أمنهم على أرواحهم، ولكن عمل فيها مذبحة بشرية، أعدم جميع أفراد الحامية في يافا. وهنا سميت دي بمذبحة يافا البشرية لأنه أعدم جميع أفراد حاميتها. طب ما النتائج المترتبة على مذبحة يافا البشرية؟ استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم، مقاومة واستبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم. مين قائد عكا؟ أحمد باشا الجزار. أحمد باشا الجزار وقف بشجاعة يدافع عن بلده هو وأهل عكا كلهم عشان ما يحصلش فيهم زي ما حصل في يافا. يبقى النتائج المترتبة على مذبحة يافا البشرية مقاومة واستبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم بقيادة قائدها أحمد باشا الجزار. وإيه كمان؟ وبمساعدة الأسطول البريطاني. الأسطول البريطاني واقف هنا اهو في البحر المتوسط، عمال يدي عكا مؤن وذخيرة وطعام وشراب عشان تفضل عكا مواجهة ومقاومة للحملة الفرنسية، والحملة الفرنسية ما تقدرش تدخل عكا أو توصل البحر المتوسط عن طريق عكا. يبقى هنا بما تفسر فشل نابليون بونابرت في دخول عكا بسبب مقاومة واستبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم، ومساعدة الأسطول البريطاني وإمداده بالمؤن والذخيرة لأهل عكا. واضح كده؟ نابليون بونابرت فضل محاصر عكا فترة طويلة لحد ما مرض الطاعون تفشى في جنود الحملة الفرنسية، فاضطر ان هو يرجع لمصر خاسر اليدين، يعني ما فيش في ايده اي حاجة، وفشلت الحملة على الشام. يبقى هنا الحملة الفرنسية على الشام فشلت بسبب فشل نابليون في دخول عكا. ما تفسر فشل الحملة الفرنسية على الشام بسبب فشل نابليون في دخول مدينة عكا. نابليون لما رجع للقاهرة، وهو راجع كده في السر لمدينة القاهرة، راجع إلى القاهرة، قابل الجيش العثماني تاني، قابل الجيش العثماني بس في موقعة ايه؟ في موقعة أبيقير البرية. وهو راجع للقاهرة قابل الجيش العثماني عند الاسكندرية في موقعة أبيقير البرية 1799. تقاتل مع قوات الأسطول العثماني، بس طبعا القوات كانت على الأرض لأن نابليون معهوش أسطول،
وكانت النتيجة هزيمة القوات العثمانية. يبقى ما النتائج المترتبة على موقعة أبي قير البرية بقى المرة دي مش البحرية لأنها كانت على البر، لأن نابليون ما عندوش أسطول. النتائج المترتبة هزيمة القوات العثمانية. أبي قير البرية ما بين العثمانيين وما بين الحملة الفرنسية، ما بين قوات الحملة الفرنسية. النتائج المترتبة هزيمة قوات الحملة الفرنسية. نيجي رحيل بونابرت إلى فرنسا. نابليون بونابرت أول ما وصل مصر جات له رسالة بتقول له إن دول أوروبا كلها يا نابليون عملت تحالف ضدك عشان تشيلك من الحكم، مش عايزينك تكون في الحكم. فرجع لفرنسا سرا عشان يلحق الأمر ويلحق الدولة في فرنسا. يبقى عاد نابليون إلى فرنسا سرا بعد موقعة أبي قير البرية. ساب مين مكانه؟ ساب النائب بتاعه كليبر. يبقى نابليون بونابرت وصلته رسالة بتفيد بتحالف دول أوروبا ضد فرنسا، بما تفسر عودة نابليون بونابرت إلى فرنسا سرا بعد موقعة أبي قير البرية بسبب تحالف دول أوروبا ضد فرنسا. بسبب تحالف دول أوروبا ضد فرنسا. مين اللي خلف نابليون في قيادة الحملة؟ كليبر، القائد الفرنسي كليبر. كليبر بقى قال أنا مش قاعد في مصر. كان من أنصار الجلاء. يعني إيه كلمة جلاء؟ يعني رحيل الحملة عن مصر. ليه؟ بما تفسر كان كليبر من أنصار الجلاء عن مصر لأن الأخطار كانت بتهدد الحملة الفرنسية من كل جانب. إيه الأخطار دي؟ تناقص عدد الجيش الفرنسي، ده رقم 1، دي أول خطر. كمان إرسال الدولة العثمانية حملة إلى العريش ودمياط، أدي تاني خطر. كمان عودة المماليك للمقاومة، رقم 3. رقم 4 تجدد ثورات المصريين. فين؟ ابتدت في الشرقية وامتدت إلى وسط الدلتا وغربها. يبقى أنا هنا رأى كليبر استحالة بقاء الحملة في مصر، أو كان كليبر من أنصار الجلاء عن مصر، كان كليبر يريد الخروج من مصر. دلل أو بما تفسر الاتنين ليهم نفس الإجابة لأنه رأى أن الأخطار تهدد الحملة الفرنسية من كل جانب. 1 الأخطار دي تناقص عدد الجيش الفرنسي، إرسال الدولة العثمانية حملة أخرى إلى العريش ودمياط لمقاومة الحملة الفرنسية، عودة المماليك للمقاومة، تجدد ثورات المصريين في الشرقية وامتدت طبعا الثورة من الشرقية إلى وسط الدلتا وغربها. طب ما النتائج المترتبة على رؤية كليبر استحالة البقاء في مصر أو الأخطار التي تهدد الحملة الفرنسية؟ النتائج المترتبة على كده عقد اتفاقية العريش. اتفاقية العريش اتفاقية تمت بين فرنسا كليبر قائد الفرنسيين وما بين الدولة العثمانية. اتفاقية كليبر كان أهم شروطها خروج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية. العثمانيين وافقوا، بداية العثمانيين وافقوا على خروج الحملة الفرنسية على الأسطول بتاعهم. راحوا العثمانيين اتقدموا نحو القاهرة، راحوا بالجيش بتاعهم ناحية القاهرة. لكن حصلت حاجة تانية، رفضت الحكومة البريطانية الاتفاق. اتفاقية العريش دي ما عجبتش بريطانيا. ليه يا مس ما عجبتهاش؟ قالت لهم انتوا لازم تخرجوا من مصر كأسرى حرب، لازم تستسلموا وتخرجوا من مصر كأسرى حرب. فكليبر رفض الكلام ده، رفض ان هو يخرج من مصر كأسرى حرب هو والقوات بتاعته. فهاجم القوات المصرية العثمانية اللي كانت جت فين؟ وصلت القاهرة. هاجم القوات دي ورجعها مرة تانية الى بلاد الشام. يبقى اتفاقية العريش فشلت ولا نجحت؟ فشلت بسبب بريطانيا، بسبب تدخل بريطانيا. كانت بريطانيا سببا في فشل اتفاقية العريش لأنها طلبت استسلام الجيش الفرنسي وخروج الفرنسيين من مصر كأسرى حرب. ده طبعا أدى إلى رفض كليبر ومهاجمة القوات العثمانية وإعادة القوات العثمانية مرة أخرى إلى بلاد الشام. يرجع كليبر للقاهرة يلاقي في انتظاره ثورة اللي هي ثورة القاهرة الثانية. ثورة القاهرة الثانية ثورة قام بها المصريين بزعامة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف.
عمر مكرم نقيب الأشراف تزعم المصريين وعملوا ثورة ضد الاحتلال الفرنسي، والثورة دي كان مقرها أو مركزها ومركز انطلاقها حي بولاق. طب ايه اللي يحصل في الثورة دي؟ القوات الفرنسية عشان تخمد الثورة دمرت حي بولاق بالكامل. النتائج المترتبة على ثورة القاهرة الثانية 1800 تدمير حي بولاق بالكامل، كمان فرض المزيد من الضرائب ومصادرة الأموال. مين اللي هيعمل كده؟ كليبر. اللي عمله كليبر ده ما عجبش المصريين ولا العرب، فطلع لي طالب من الأزهر، طالب سوري، أحد الطلاب السوريين في الأزهر، اسمه سليمان الحلبي. سليمان الحلبي ده دخل على كليبر في لبس شحات وقتله، قتل كليبر سنة 1800. يبقى تم قتل كليبر سنة 1800 على يد سليمان الحلبي أحد طلاب الأزهر الشريف. مين يتولى الحملة بعد كليبر؟ هنلاقي السيد مينو. مينو قائد الحملة الفرنسية بعد كليبر. مينو كان عايز يقعد في مصر عكس كليبر، كان مينو عكس كليبر أو اتجاه مينو عكس اتجاه كليبر، لأنه كان ينوي الإقامة في مصر. فبدأ يعمل إيه بقى؟ يحول مصر لمستعمرة فرنسية كبيرة. حط خطة إصلاحية في الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. هنشوف الكلام ده إزاي. يبقى كان مينو على عكس كليبر لأنه كان ينوي الإقامة في مصر وتحويل مصر إلى مستعمرة فرنسية كبرى. عشان يحقق ده يعمل إيه؟ وضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. دلل كان مينو ينوي الإقامة في مصر، أقول وضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. ده الدليل. الدليل يعني أقول اللي اتعمل. لما يقول لي دلل كان مينو ينوي الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية كبرى، قل حيث قام بوضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والنظام القضائي. لكن إنجلترا ما تسكتش على ده، أرسلت أسطولا حربيا إلى أبيقير 1801 لإخراج الفرنسيين، وانضم للأسطول ده الجيش العثماني. فبقى عندي دولتين ضد الحملة الفرنسية، الدولة العثمانية وإنجلترا. طبعا القوات الفرنسية قوات بقت ضعيفة جدا لأن أعداد الحملة بتتناقص، ما قدرتش تواجه الدولتين. لم تستطع القوات الفرنسية مقاومة إنجلترا والجيش العثماني معا، فاستسلمت وغادرت مصر. مشيت إمتى؟ 1801 غادرت الحملة الفرنسية مصر 1801. تم جلاء الحملة الفرنسية عن مصر في سبتمبر 1801، يعني كل اللي قعدته في مصر 3 سنين. طبعا ال3 سنين دولت ما مروش كده على مصر، لازم يكون في نتائج. معنى كلمة جلاء رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. الحملة الفرنسية لم تكن حملة عسكرية من الطراز الأول. ليه؟ لأنها تركت لمصر آثار عظيمة وآثار بعيدة المدى، كان ليها نتائج مفيدة أو نتائج إيجابية جدا على مصر. لأن احنا في أول الدرس قلنا إن نابليون اصطحب معه مجموعة كبيرة من العلماء في مختلف المجالات. ليه؟ لدراسة أحوال مصر والاستفادة منها. ما لحقوش يستفيدوا، لكن وضعوا نوال الاستفادة دي. أول حاجة وأول نتائج الحملة الفرنسية نمو الروح القومية. الحملة الفرنسية أيقظت الروح القومية لدى المصريين. كلمة قومية يعني وطنية، يعني التمسك بالحق، إن أنا ليا حق لازم أتمسك بيه. ده معنى كلمة القومية أو الوطنية. الدليل على نمو الروح القومية بعد خروج الحملة الفرنسية تمسك المصريين بعد خروج الحملة الفرنسية بحقهم في اختيار حاكمهم، حقهم في الحرية واختيار حاكمهم. ده دليل على يقظة الروح القومية بعد خروج الحملة الفرنسية. عندي كمان أعمال قام بها علماء الحملة. يقول لي كان للحملة الفرنسية نتائج علمية. أول ما أشوف كلمة علمية أو علماء أقول ال4 دول على طول. يبقى كلمة علمية أو علماء عايز مني دول. دراسة شق قناة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط، لكن القناة دي فشلت بسبب اختلاف أو خطأ في تقدير المنسوب بين المياه في البحر الأحمر
والبحر المتوسط. إنشاء المجمع العلمي المصري. المجمع العلمي ده كان بيضم مجموعة كبيرة من الكتب، وكان نابليون بونابرت عامله كنافذة تطل منها مصر على العالم. تأليف كتاب وصف مصر. كتاب وصف مصر ده أول موسوعة علمية بتحكي كل حاجة عن مصر، من مصر الفرعونية إلى خروج الحملة الفرنسية من مصر. يبقى تأليف كتاب وصف مصر. اكتشاف حجر رشيد 1799. واحد ظابط كده اسمه بوشار عمال ماشي في رشيد، لقى حجر مكتوب عليه كلام كتير كده، والحجر ده كبير قوي. فلما درسوا الحجر ده اكتشفوا ان عليه اللغة الهيروغليفية وحروف من اللغة اللاتينية، فترتب على اكتشاف حجر رشيد التعرف على التاريخ المصري القديم. يبقى من النتائج المترتبة على اكتشاف حجر رشيد ترتب على ذلك التعرف على التاريخ المصري القديم. ما العلاقة بين التاريخ المصري القديم أو الحضارة الفرعونية القديمة والحملة الفرنسية على مصر؟ أقول اكتشاف حجر رشيد أدى إلى التعرف على التاريخ المصري القديم. عندي كمان الحاجة بقى السيئة شوية، توجيه أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية موقع مصر الجغرافي. كأن الدول الأوروبية دي ما كانوش شايفين مصر. فإيه اللي حصل؟ الحملة الفرنسية حطت ضوء كده كبير على موقع مصر، فلفتت أنظار الدول الأوروبية لموقع مصر، خصوصا إنجلترا، لأن إنجلترا ليها مصالح في الهند. فمش كل شوية بقى حد هيجي يحتل مصر ويهدد مصالحي، فالحل إن أنا أخطط عشان أحتلها. فضلت إنجلترا تخطط إنها تحتل مصر لحد 1882 ما احتلتها فعلا. ماشي؟ يبقى وجهت الحملة أنظار الدول الأوروبية عامة وإنجلترا خاصة لأهمية موقع مصر الجغرافي. ممكن يجي يقول لي ما الارتباط بين إنجلترا، احتلال إنجلترا لمصر والحملة الفرنسية؟ أرادت إنجلترا احتلال مصر بسبب توجيه فرنسا لها لموقع مصر الجغرافي. آخر حاجة عندي نظم الحكم والإدارة. نابليون بونابرت أنشأ دواوين زي الديوان العام ودواوين الأقاليم وديوان القاهرة. ليه؟ أنشأ نابليون بونابرت الديوان العام والدواوين الأقاليم وديوان القاهرة بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين على مجالس الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الآراء. ده طبعا هيعود على الأهالي بالنفع العام، وهنشوفه لما ناخد بعد كده محمد علي والخديوي إسماعيل. يبقى نابليون بونابرت أفاد المصريين، أفاد المصريين لأنه أنشأ لهم الديوان العام ودواوين الأقاليم وديوان القاهرة بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى. لكن يبقى الاحتلال هو احتلال، والشعوب بترفض الاحتلال مهما كان وجه هذا الاحتلال. طيب كده خرجت الحملة الفرنسية من مصر بعد ما سابت لنا الأعمال اللي احنا قلنا عليها، أعمال جليلة طبعا تتقال وتتعرف كويس قوي ونهتم بيها، ومن كل جزء هقدر أطلع سؤال. وعشان دايما أكد فهمي كمان، عذرا، عندي آخر حاجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية. الحملة الفرنسية وضعت مشروعات للإصلاح في الزراعة، تنويع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري. في الصناعة إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة. في التجارة فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان وبلاد الحبشة في شمال أفريقيا. الصحة العامة إنشاء محاجر صحية في القاهرة والعديد من المدن. الحملة الفرنسية من أهم الدروس، فيها أسئلة كتير جدا وفيها أحداث كتير، لازم أكون على علم بكل هذه الأحداث. نتائج الحملة الفرنسية نتائج مهمة جدا جدا جدا، أقدر أصنفها بنتائج قومية ونتائج علمية ونتائج سياسية ونتائج إدارية ونتائج طبعا اقتصادية واجتماعية. الاجتماعي هنا إنشاء المحاجر الصحية. دايما بعد ما أخلص هأكد فهمي بالأسئلة، هحل الأسئلة دي هنزلها لكم على الصفحة تحلوها، ولو معرفتوش حاجة تواصلوا معايا. وإذا عجبكم الشرح وإن شاء الله يعجبكم دوسوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وحطوا رأيكم عشان رأيكم يهمني. بالتوفيق إن شاء الله.
ذاكروا كويس واهتموا بدروسكم.